عن المشكله القائمه دلوقتي في دوله اثيوبيا، وبالذات المختص بيها النهارده الشعب الارومي. هي بدأت المشكلة منذ إقرار البرلمان الأثيوبي تمام. مشروعا لمصادرة أراضي يسكن فيها حوالي 1,500,000 مواطن أورومي. تمام. لبيعها للمستثمرين الأجانب، وهذا الذي أغضب الشعب الأورومو، وخاصة منهم الطلاب الذين سمعوا هذا الكلام وتظاهروا مظاهرة عفوية، ولكن النظام تعامل معهم بقوة السلاح وقتل منهم 75 قتيل، حوالي 5 أشخاص في البداية. تمام. وبعد ما رأوا الطلاب أن زملائهم قاموا بمظاهرة شرعية وسلمية، وانتقلت المظاهرة من مناطق الوسط إلى الغربية، ومن الغرب إلى الشرق، ومن الشرق إلى الجنوب، ومن الجنوب يعني وعمت أراضي أثيوبيا كلها. تحولت فيما بعد إلى ثورة، وحسب المنظمات الحقوقية الدولية كمنظمة أمنستي انترناشونال هي التي أصدرت أن الذين توفوا هم 75، وفي منظمة أخرى أصدرت اليوم تقريرا آخر وقالت أن الذين توفوا 103، ولكننا نحن معلوماتنا تؤكد أن الذين توفوا بالرصاص الحي تمام وحوالي 500 شخص. 500 شخص 500 شخص، والمعتقلين من 2000 ل 3000 شخص. وهذا الذي خلى يعني دلوقتي في مشاكل قائمة ما بين الحكومة القائمة دلوقتي وما بين الشعب على عدم بناء سد النهضة. يعني حضراتكم دلوقتي انتوا يعني متضامنين مع الشعب المصري ان في عدم بناء السد. هو عامة الشعب الأثيوبي تمام غير موافق للأجندات الحكومية في بناء سد النهضة ومشاريع أخرى كثيرة. أولا بناء سد النهضة ده لا ينفع الشعب الإثيوبي مثقال ذرة، ولا الحكومة استشارت الشعب أنها تبني مشروع يكلف مليارات الدولارات، ولا استشارت البرلمان حقهم ويصرفوا عليه. يعني العام الماضي في 2015 تعرض للجوع أكثر من 15 مليون مواطن أثيوبي، بينما الحكومة تصرف مليارات الدولارات على بناء سد النهضة والمواطنين يجوعوا. وفي تقارير دولية تؤكد ان في طبعا منظمة ايه التقارير دي تابعة لايه؟ منظمات دولية، منظمات زي يونيسف منظمة الأغذية للزراعة العالمية. تمام. هي التي تؤكد ان المواطنين الأثيوبيين سوف يتعرضون في 2016 للمجاعة، بينما الحكومة مشغولة في بناء سد النهضة. سد النهضة ده لا ينفع الشعب الإثيوبي. الشعب الإثيوبي ليش رفض المشروع؟ يعني لو مشروع تنموي هينفع إثيوبيا وكان الشعب وافق عليه، لكنه مشروع غير تنموي بني أساسا لأغراض سياسية للإضرار بالشعوب المصرية والسودانية. لإضرار مين؟ لإضرار الشعب المصري ولا إضرار الشعب الأثيوبي؟ متعمل لإضرار الشعب المصري والسوداني. ده على حدود السودان ب 18 كيلو. تمام. وليس في وسط البلاد. نحن عندنا أنهار أخرى في وسط البلاد التي لو عندهم تنمية، يعني قاصدين تنمية للكهرباء والزراعة وكانوا فعلوا، لكنهم راحوا للضفة الأخرى وقاموا ببناء هذا السد الذي لا ينفع الشعب الإثيوبي بل يضر. هذا الذي الشعب الإثيوبي رفض. ومنها انتخابات التي أجريت قبل شهرين في 2015 فاز فيها النظام ب 100%، واحتل البرلمان بالكامل من غير أن تدخل معه المعارضة. وهذا الذي أجج. فيما بعد أراضي التي بني عليها سد النهضة هي أراضي قبيلة اسمها قبيلة بني شنقول، والقبيلة دي برمتها أخلوا من هذه المنطقة وأراضيهم أعطيت للمستثمرين، وجزء منها مستثمرين مين بقى؟ يعني ده لمصلحة مين؟ مصلحة الحكومة الأثيوبية؟ مصلحة الحكومة الأثيوبية فقط. والأصحاب الأراضي الحقيقيين فيما بعد صاروا أجيرين لدى المستثمرين، يزرعوا يعملوا في مزارعهم ويرعوا أغنام المستثمرين. هذا الذي أغضب الشعب كثيرا. وفيما بعد اتجهوا إلى الأوروميين وأصدروا قرارا بمصادرة أراضي التي يعيش فيها حوالي 1,500,000، وهذا الذي أغضب. بأن الشعب الأورومو قام بهذه الثورة العظيمة، أوتوماتيكيا بعدها ب5 أيام القبائل بني شنقول التي صدرت أراضيهم لبناء سد النهضة انضموا إلى الثورة الأورومية. وبعد إثيوبيا حاليا مشلولة. الحين والمياه
يتصل على مسؤول زي كمثلا احنا الكنترول عندنا بيورينا صور كمان. هذه صور مظاهرات. الشوارع مقطوعة، الشوارع من الشرق إلى الغرب، من العاصمة للعاصمة شوارع مقطوعة. الحين العاصمة ما يجيها بنزين ولا يجيها الأغذية، يعني أي عاصمة ما يجيها الأغذية. الأراضي الأورمية هي التي تجيها 95%. إثيوبيا تعتمد على مناطق أورمية 95% على الأراضي الأورمية. الأورميين والصور دي في حال شوف الشعب كيف يواجه الجيش بعدما الأمن الداخلي انضم إلى الثورة الشعبية. النظام الحاكم نزل الجيش. أستاذ جمعة، يعني أنا عايزة بس نوضح للسادة المشاهدين إيه اللي حضراتكم ناويين بعد كده إن أنتوا تنفذوه بعد قيام الثورة اللي أنا شايفاها دي على الشاشة. نحن كي لا تأتي ما لا تحمد عقباه. طب حضرتك خاطبت حد من الحكومة المصرية؟ نحن ما وجها لوجه ما خاطبنا، بينما النظام هناك يتهمنا إن نحن يدعمنا الشعب المصري والحكومة المصرية. هو النظام يقول كده. النظام بيقول إن احنا حكومتنا بالضبط بتدعمكم؟ بالضبط. النظام يقول إن الحكومة المصرية والشعب المصري هما وراء الثورة القائمة حاليا، بينما الشعب المصري ولا الحكومة المصرية ما حصل منهم أي دعم. لكن من الآن وذاهبا نحن نطلب منهم أن مين اللي اتهم حضرتك إن حضرتك النظام الحاكم تعاون؟ مين فيهم؟ النظام الحاكم اسمه سبحات نجا، ده الرئيس الفعلي لإثيوبيا. تمام. هو ليس له صفة رسمية. تمام. هو مختفي في المطبخ السياسي. هو الذي أعلن أن الحكومة المصرية هي التي تدعم الثورة الشعبية في إثيوبيا. ولذلك نحن نطلب من الحكومة المصرية ومن الشعب المصري دعم الثورة الشعبية هذه إعلاميا، لأن إعلام حاليا لو أمس من الساعة 4 3 تلفزيونات خرجت عن الخدمة بسبب الحكومة أعطت للخبراء الصين لكي يشوشوا على 3 قنوات أورمية. في قناة اسمها أورميا ميديا OMN أورميا ميديا نتورك، وقناة أخرى OBS، وقناة أخرى إيسات. 3 قنوات كانت تبث من الخارج للداخل، ومن أمس لسه 4 خرجت من الخدمة. ويدعمونا في الوقت الحالي وأن يوقفوا مفاوضات مع الحكومة الفاقدة الشرعية التي هي سوف تذهب ساعات أو بعد يوم يومين. يعني الحين الوزراء كلهم في بيوتهم لا يمارسوا أعمالهم الاعتيادية. ما بينزلوش يمارسوا أعمالهم؟ لا إنزال ما فيش، ينزلوا فيه. يعني ده توقف كامل عن الحياة؟ توقف كامل عن الحياة في بعض ولا المناطق. مؤسسات ولا تغذية ولا عمل؟ بنوك ما تشتغل، مواصلات ما تشتغل، والطرق كلها مقطوعة، والتعليم ما فيش. يعني البلد مشلولة شلل تام.